السلام عليكم متابعينا. في قلب الحديث عن مواصلة جلال القادري على رأس المنتخب التونسي من عدمه بعدما تنكر هذا الأخير لوعده الذي صرح به والنص على تخليه عن المنتخب التونسي في صورة عدم ترشحه إلى الدور الثاني خلال المونديال وفق ما نص عليه عقد الأهداف الذي يربطه بالجامعة التونسية. وقلنا في قلب هذا الحدث الرياضي طرحت على طاولة رئيس الجامعة أسماء بديلة، منها المدرب عادل السليمي، ليلتحق به اسم ثاني يبدو أنه له الحظوظ في التعيين على رأس الإطار الفني للمنتخب التونسي بعد تجربة ثرية على رأس الترجي الرياضي ومعرفة جيدة بالأجواء الإفريقية بعد مسيرة نال من خلالها على لقب رابطة الأبطال الإفريقية. ورغم أن الزمن يتسارع والحدث الرياضي المقبل ونعني به كأس أفريقيا الذي بات على الأبواب، إلا أن الجامعة التونسية لم تحدد بعد مسار التخلي عن القادري والتعيين بديلا له، ولو أن الخيار الأرجح يصب في المواصلة في التعويل على المدرسة التونسية. لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.